سلام البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم كاملين في القناه، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي اقتراح جديد. اليوم ان شاء الله غنقترح عليكم هاد المسمنات في الفرن اللي كيجيو رائعين بزاف، مقرمشين ومورقين بواحد الحشوه لذيذه بزاف. بحال الا خدمتيهم بالورقه ديال البسطيله وهم غير بعجينه المسمن كيجيو لذاذ بزاف. فخليكم معايا ان شاء الله في الفيديو ديالنا من الاول ديال الاخر ديالنا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير على بركة الله. أول حاجة غناخد هنا البول ديال العجانة، ممكن أي بول متوفر عندكم تاخدوه. ندير فيه 3 الكؤوس ديال الدقيق الأبيض، كأس ونص ديال السميد الناعم الفينو، واحد الخمارة حمراء من فئة 100 غرام، وقبيصة ديال الملح، وشوية ديال سنيدة. غادي نضيف لهم كأس وكأس إلا ربع ديال الماء. المهم هادشي باش خدمت أنا. غادي نعجنهم مزيان يعني في العجانة ديالي، ولا ممكن يعني غير بيديكم دلكوهم مزيان بحال كتخدموا المسمن. صافي غادي نخليهم يرتاحوا شوية. غناخد شي مقلة ندير فيها شوية الزيت، بصيلة مشلضة كنشحرها شوية مع ديك الزيت. من بعد غادي نضيف لها هنايا واحد الفلفلة مقطعة كذلك مربعات صغار، غنشحرهم مع بعضياتهم. غنضيف لهم شوية ديال صدر الدجاج، ولا ممكن تضيفوا لهم لدند، المهم اللي متوفر عندكم. غادي نبدا نشحر مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيف التوابل. هنا عندي شوية الملح، شوية ديال الابزار والتحميرة، ومعلقة ديال العطرية ديال بسطيلة الحوت. غادي نبدا نخلطهم مع بعضياتهم، يعني ندمجوا هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم كما كتشوفوا يعني حتى يندمجوا لنا داك المكونات. من بعد غنضيف هنايا شويه ديال الفرماج الاحمر وشويه ديال المعدوس كذلك. صافي هنا من بعد ما تعلك لينا هاد الشيء مزيان، هنا عندي الشعريه الصينيه اللي ديجا راني خويت عليها الماء عفوا سخون حتى يعني خلطنا وقطعناها وضفناها كذلك، يعني الطريقة راه معروفة كيفاش. غندمج هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم وغندوز على بركة الله باش نخدم العجين ديالي. هنا العجين ديالي غادي نبدا ناخدها نتوما كما كتشوفوا، يعني غنقسمو على جوج، وداك النص كذلك غادي نعاود نقسمو على جوج، كل ربع غادي نخرج منه ربعة ديال المسمنات. صافي غادي كما كتشوفوا غنديرهم على شكل كرات بهاد الطريقة هادي. الطريقة يعني ساهلة. غادي نخدم كويرات صغارين وغادي نحطهم جانبين يرتاحوا. هنايا راني خديت مايزينا، الزبدة مذوبة والزيت خلطتهم مع بعضياتهم. صافي وبيهم غنخدم. وخديت الزيت طبعا كندهن به سطح العمل. صافي كنبدا نطلق هاد المسمنة ديالي مزيان. غير هو خليوها ترتاح شوية، أنا ما خليتهاش باش ترتاح بزاف دغيا، يعني زربت عليها نتوما كما كتشوفوا قطعت لي شوية، ولكن ماشي مشكل لأن أنا غادا نطويها. صافي غنبدا نورق بداك الزبدة ومايزينا والزيت اللي دمجت مع بعضياتهم. نعطيها الشكل ديال المسمن وغندوز غادي نخدم واحدة أخرى. نتوما غتشوفوا الطريقة من بعد كيفاش غادي نخدم يعني هاد الشي. صافي غادي نخدم واحدة أخرى غنورقها بنفس الطريقة، يعني بديك الزبدة ومايزينا والزيت، وغنخدمها على شكل مسمنات. هنا غادي نكمل بنفس الطريقة. غادي ناخد وحدة أخرى يعني، وغادي نطلقها مزيان كما كتشوفوا، يعني حاولوا ترقوا مزيان حتى كيبان سطح العمل ديالكم. وغادي ناخد وحدة من دوك المسمنات اللي كنت ورقت قبل وغنحطها في الوسط، وغادي نخدم يعني غندير وحدة وسط وحدة. نتوما شفتوا كما كتشوفوا يعني الفيديو راه شارح نفسه. غادي نكمل بنفس الطريقة، يعني غنطلق واحد المسمنة وغندير وسطها ديك المسمنات اللي كنت خدمت قبل. والصراحة راه كيجيو لذاذ بزاف ومورقين ومقرمشين، يعني واحد البنة كتجي فيهم زوينة. صافي هنا من بعد ما ساليتهم كاملين غادي نطلق دوك المسمنات. هانتوما كما كتشوفوا غنقسمهم على 4. صافي وغنبدا نطلقهم هكا باش غادي نخدم بهم، نخدم يعني في الحشوة ديالنا. هانتوما يعني غادي نحط شوية من الحشوة، وراه هاد الحشوة كتجي بنينة، يعني ديك العطرية د الحوت كتعطيها واحد اللذة زوينة. وهنا غادي ناخد هاد ليمول ديال لي كيش دهنتهم بالزيت من قبل، وغادي نحط هانتوما كما كتشوفوا، يعني غنسد هاد الجوانب. الا ما كانوش متوفرين عندكم راه ماشي ضروري، غير هما كيساعدوا يعطيوك الشكل، يعني بحال كيعطيونا شكل واحد. صافي وكنقلبهم وكنحطهم هكا بهاد الطريقة. راه الفيديو كما قلت لكم قبل شارح نفسه.
كنبسط المسيمنات ديالي كنحطهم في هادوك الليمون اللي دهنت بالزيت باش ما يتلصقناش، وكنجمع هاد الجوانب يعني بطريقة ساهلة، صافي وكنقلب وكنكمّل، صافي أنا غادي نكمّلهم كاملين يعني حتى نكمّل المسيمنات ديالي كاملين بنفس الطريقة، يعني كنسدّهم هاكا نقلب كيما قلت لكم هاد الليمون كيساعدوك باش يعطيوك شكل واحد و ويعني كيسهّلوا صراحة الخدمة، ما كانوش متوفرين غديريهم على شكل يعني مسمنات وتحطوهم ماشي مشكل، صافي من بعد كنستفهم في اللاطة يعني في داك المول هنا كناخد البيض عفوًا، وصافي كنبدا ندهن به الوجه ديال هاد المسمنات ديالنا، غادي ندهنهم كاملين بنفس الطريقة، من بعد كناخد البافو كنرشو من الفوق، ممكن ديرو الزنجلان ممكن تخليوهم هكاك اللي متوفر، ممكن كذلك الفرماج الأحمر، المهم اللي متوفر عندكم، صافي أنا غادي نكتفي غير بالبافو يعني الكليانة بغاتهم بهاد الطريقة غندخلهم الفران على عافية مهيلة حتى يطيبوا ليا مزيان، من بعد نهبطهم من تحت يتحمروا، وكان هذا هو الشكل النهائي ديالهم، راه اش غنقول لكم واحد التقرميشة ها نتوما كيما كتشوفوا، شفتوا كيجيو مقرمشين ومورقين ولذاذ، ديك الحشوة كتجي بنينة بزاف الصراحة، وحتى العجين كتجي لذيذة كأن كيخدموها بالورقة ديال البسطيلو، هما راه غير بالعجين ديال المسمن، الصراحة الكليانة عجبوها بزاف بزاف والحمد لله هذا هو الأساس. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايكات ديالكم طبعًا، بارطاجيو الفيديو مع العائلة والأحباب ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي علاش لا، باش ينتشر هذا الفيديو أكتر وأكتر، وتعاونوني أكتر باش أنني نحط لكم فيديوهات كتر وكتر، ما تنساونيش بالتعاليق الزوينة كتحفزني دائمًا باش نحط لكم كل ما هو جديد، إن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد.